صحيح قال النور القبة قاطر للكيزان اللي قاطر نور القبة قاطر لمزبلة التاريخ. يا هاي الغربال ناعم وقسما وعظما أنا ما زعلانة. القضية دي مستمرة، يقاطر منها النور القبة، يقاطر منها أي رمة تاني. القضية دي قضية أحرار وما حيظل فيها إلا الأحرار، وقسما وعظما القضية دي غير حر، وقسما وعظما واضمر فيها ما يظل وما يقودها. والله المشوار ده طويل، 5 سنة 10 سنة 20 سنة، وقسما وعظما قضية أحرار وما يظل فيها إلا الأحرار، واضمره وقسما بالله فيها ما يظل. اسمعوا كلامي ده كويس، واضمره وقسما بالله ما ينزل فيها. فلا بد من انفنس وانتنس ويزحلم زبلة التاريخ لسياده. القضية دي قضية صمود، قضية احرار، قضية اسود، قضية رجال امهاتهم بنات عم ابواتهم. زول امه ما بيتعمبوا، وقسما وعظما في القضية دي ما يركز وما يثبت وما يدق صدره وما يصندق. زول عبد القروش هيسهب لمحل القروش، عبد القروش وعبد الحقد والبغد سيسهب لمحل الحقد والبقد ومزبلة التاريخ. مشى كيكل انفنس بشطور، مشى موسى هلال الحاقد، ووراه نتبعن النور القبة بمكاشر. الزول ذاته وشي ولا وش نصر. 2024 بداية السنة ارجعوا الفيديوهات اللي انا طلعت فيها. الزمن داك انا ما جيت البلد دي، زمن بدري الكلام ده في مصر. انا طلعت قلت لكم هو يا نور القبة خاين، الكلام ده انا قلته. ارجعوا للفيديوهات حقتي، كان في زول محفظة، شوفوا الفيديو ده انشروه. 2024 بداية السنة، دخول راس السنة الجديدة. يا ناس النور القبة خاين. كلامي ده ما اشتغلتوا به وما اخذتوا خبره، فهمتوا؟ اي زول بديني وايماني، اي زول احنا عيننا دي نخطها فيه عليه لما كان مخلص للقضية دي بنعرفه، وكان خاين بنعرفه وبنعرف. ما تقول احنا قاعدين ساكت، احنا ما قاعدين ساكت والحمد لله. انكشف، شكينا في كيكل وزلتونا من الجروبات، كيكل طلع خاين. شكينا في بقال وزلتونا من الجروبات وردمتونا ونبستوني بأمي والبقال طلع خاين. النور القبة شكيت فيه وبرضه نبستوني وقفلت لي صفحتي، وبرضه النور القبة الليلة طلع خاين. ولسه تاني في ناس حيطلعوا خونة برضه عاقبتهم تجي، وانا تاني بسكت بس بعلق بعد البرنامج. والقضية دي قسما وعظما كانت مرت شفتها 20 سنة 50 سنة، وقسما وعظما لو محمد حمدان بيجي ما في وعبد الرحيم بيجي ما في، زي ما محمد حمدان قال لكم الاشبال ديل بيقودوا المسيرة، بدين وايمان يقودوا المسيرة. الاشبال ديل يقودوا المسيرة، تصفي النور القبة وتصفي قلال وتصفي كيكل وتصفي اي خاين عميل جبان ما بهمه عرضه ولا وطنه، وبيمشي بيتبع القروش. وكده نعاين نشوفهم مشوا ليه الكيزان كده، الكيزان اللي بقوا موسى هلال رئيس، ويبقوا النائب الاول له النور القبة. الخازوق ما يبقى، ويطلعوا صلاقين بيض، وفي النهاية يجي ذليلين لحكومة تأسيس يدك ما في اندفنوا تحت الأرض. والزمن ده أنا بكون شماتة، تعرفين أنا والله شماتة لأي مرة بنفنس. القضية قضية أحرار، وحيقودوها الأحرار، هيقودوها الأحرار، والسودان حيتحرر وتصفي أي عميل وجبان، أي عبد دولار. وعبد الدولار ما بيشبع، كان بتشبعه نقلت الدنيا دي كلها وديتوها بلدكم، كان تشبعوا. نقلت الدنيا دي كت وديتوها هناك كلكم. الناس فئة موسى هلال دي بالتحديد نقلوا الحديد ده، نقل الدنيا. بيحتوها، واكلتوا من الكيزان رشوتكم، اكلتوا الحديد اللي نقلتوه، واكلتوا رشوتكم من الكيزان، واكلتوا من حمايتي، وحلفتوا الكتب، وبعد ده جيتوا بتطلالصوا
سلمته برضه حتطلعوا صلاقين بيض، لأنه حقد وبقد الحاقد لا ترضيه إلا زوال النعمة. وعبد القروش ما بيشبع، الزول المقلول ما بيشبع. ان جبت له شفت نجطت لي ناقه في حفره مرقتها لك دي مكشتره ما بيشبع. تحيه للاحرار، التحيه للصمود، التحيه للابطال. اوي ما يهزكم ولا تشتغلوا به، بلوا انجلى بلوا انجلى، ولكن خليتوا انجلى لانه ما بتصدقوا كلامنا. لو بتصدقوا كلامنا كنت من 2024 2023 زمن كتلت علي يعقوب كنت تخلصتوا منه. ما تخلصتوا منه، قاعدين بيتعاينوا لك دي. آذوا الناس، آذاهم بشنو؟ بضرب الخفيه. آذاهم بشنو؟ آذاهم بضرب المنور. هو زول بيقول لك انا في الدعم السريع ده من 15 ابريل ولليله اليوم طلقه ما فكيتها بعين بعيني. بدا جابوا خاطينه وخطوا يعني منظار يعني ولا كيف؟ المهم ما علينا. فات الخريف والناس رجوه اطلع شنو النور القبه ومكيشر بلو انجلى. تحيه للاحرار، تحيه للابطال، تحيه للبحر قولم شليل، تحيه بالبحر قولم قرانه. التحيه لهم. ابقى صمود. القضيه دي يمشي فيها حمد حمدان يموت حمد حمدان، يمشي فيها عبد الرحيم، يمشي القبه، يمشي القيرو. القضيه زي ما قال لك حمد حمدان القضيه مستمره والاشبال ديل بيحققوا مسيرتها. فيبقى ما تهمه وما تاكل هم، بل بس قدام فتك متك. والله ما عندنا لك حاجه.